ابنك محتاج تقويم ولا مش محتاج؟ معاكم الدكتور محمد الزلوعي، استشاري تقويم الأسنان. النهارده أنا هاخدك أنت وطفلك من أول لما الطفل بتاعك بيتولد لغاية لما يوصل لسن البلوغ، إيه هي الحاجات اللي نقدر نقول عليها إنها طبيعية، وإيه هي الحاجات اللي ما هياش طبيعية اللي أنت تقول والله أنا محتاج أروح للتقويم الدكتور التقويم الأسنان أو تشرفني. وهنعرف إيه هو أنسب ميعاد لتقويم الأسنان، إيه هي الحاجات اللي هي ممكن تكون بالنسبة لك أنت كشخص تشوفها تقول والله ابني محتاج إن هو يعمل تقويم أو لأ. وهل التقويم في الصغر دي كلام حقيقي؟ التقويم في الصغر بيكون مفيد للطفل وبيكون افضل من التقويم بتاع الكبار ولا ما بيكونش مفيد والكلام ده غير صحيح؟ كل حاجه هنعرفها في الفيديو ده. قبل اي حاجه يا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس، ويا ريت تتابع الفيديو ده لغايه الاخر. اول لما الطفل بيتولد بيكون بالمنظر اللي انت شايفه ده، يعني من الاخر كده بتلاقي العيل عنده ضب وعضه مفتوحه، ديت بتاهله ان هو يعرف ازاي يرضع. بعد كده في حاجات من الحاجات برضو الغريبه اللي ممكن تطلع، ممكن تقول والله انا محتاج اروح لدكتور التقويم، ان الطفل بتاعك اللي لسه مولود يكون طلع له سنتين صغيرين مش في ميعادهم، عند سن 10 شهور، من اول 8 ل 10 شهور بتبدا السنان انها تطلع. طب هم لسه طالعين دلوقتي زي ما انت شايف كده، اول لما اتولد الطفل عنده سنتين او بعدها ب 40 يوم حاجه اسمها النيتال اللي هي مولوده، وفي حاجه اسمها النيو نيتال اللي هي بعد 40 يوم. بتبقى من صفاتها انها بتتخلخل، ودي خطورتها انها ممكن يبلعها، يعني هو تتخلخل تقع في بقه تقع في زوره، وخطورتها انها الام بتشتكي منها لانه هو بيعضعض وهو بيرضع، فممكن يؤدي لان الام يحصل لها نزيف ويحصل لها عدوى، وبالتالي يفضل خلعه. اما لو مش عامل مشاكل وثابت في مكانه فخلاص ما ممكن تسيبه، لانه ممكن يكون ده دايم، يعني في بعض الاحيان بيكون دايم بس احيانا نادر. يبقى قاعده كده عامه يفضل خلعه. نطلع شويه نكبر بالعيل شويه 3 أو 4 سنين، عند يعني اول لما بيبدا السنان كلها اللبن تكون موجوده، احيانا الاب والام ما بيبقوش عارفين، يجي يقول لي يا دكتور والله انا اسنان ابني ما بينها وما بين بعضها مسافات، يعني في مسافات كبيره ما بينها وما بين بعضها. ده ايه ده يا دكتور؟ ده هو كده محتاج تقويم. فطبعا انت دلوقتي في فرق بين احجام السنان اللبن واحجام السنان الدايمه. احجام السنان اللبن بتكون صغيره، وبيكون في حاجه اسمها الانسايزور لايبيليتي، يعني احنا محتاجين 7 مللي فوق في الفك العلوي و5 مللي في الفك السفلي عشان تطلع فيهم الاسنان الدايمه فوق وتحت. وبالتالي عدم وجود المسافات ديت هيؤدي الى ايه؟ ان عيل يبقى محتاج تقويم بنسبه قد ايه؟ بنسبه 70% هيبقى محتاج تقويم. الطفل لو ما عندوش مسافات معناه انه هيطلع عنده ازدحام في الاسنان او كراودنج. يبقى ابنك فيه مسافات، ده حاجه طبيعيه، دي حاجه جميله، بالعكس دي حاجه مطلوبه. عند سن من مثلا ممكن نقول من 2 ل 3 سنين الكلام ده بيكون موجود. وبعد كده ممكن نطلع لسن من 3 ل 6. ايه اللي احنا ممكن نلاقيه؟ بنلاقي العيان بيعض ايدج تو ايدج، يعني السنان الاماميه مع السنان، المفروض العضه الطبيعيه بتبقى كده، لا هو بيعض ايدج تو ايدج. ليه؟ لان بيبدا الفك السفلي ان هو يكبر شويه، وفي نفس الوقت السنان الاماميه بيحصل فيها تآكل، فبيبدا الطفل يبقى عنده عضه يبان ان هو عنده ضب سفلي. بعض الاحيان لو انت ما رحتش لدكتور شاطر ممكن يقول لك ابنك محتاج تقويم، ويبدا يركب له في ديفايسز وفي اجهزه ممكن تدخله في مشاكل بعد كده. فخليك حريص من سن 3 ل 6 هو هتبقى عضته ما هيش العضة الطبيعية. السنان الدايمة وهي بتطلع دايما في الفك العلوي وفي الفك السفلي بتطلع ناحية اللسان من جوه، بتطلع من جوه لبره، وبالتالي المنظر ده ممكن تشوفه عند طفلك، اللي هو ان طالع له زي ما يكون طالع له 4 سنان. السنان اللي قدام ديت السنان اللبن، السنان اللي ورا دي السنان الدايمة. المنظر ده كتير جدا بنشوفه، وده منظر طبيعي جدا ما تقلقش منه. ومجرد ما السنان اللبن دي هتقع، بمجرد ما السنان الدايمة تحل مكانها، ويبقى منظر الطفل طبيعي عند سن 6 سنين تقريبا. المسافات اللي ما بين الأسنان الدايمة بعد ما السنان بدأت تطلع وبدأ يكون في مسافات، امتى بنقول محتاجين للطفل ده احنا نعمل له تقويم؟ لو المسافات دي زيادة عن 3 مللي، يعني الطفل عنده ممكن يكون عنده حاجه اسمها دايستما، او بيبقى عنده فرينم كده، حته لحمه عامله قفله منع السنان انها تلحم مع بعضها. فبعد لو المسافات كبيره قوي بنحتاج ان احنا نعمل له تقويم.
اما المسافات فهي شيء طبيعي. احيانا الطفل كمان بيجي لنا بحاجه اسمها ugly duckling stage، وديت اثناء نزول الناب لما بيجي ينزل بيزحلق على القواطع، بيزحلق على السنان الاماميه كده اهو، فبيخليهم يتعوجوا. لما بيتعوجوا ايه اللي بيحصل؟ شكلهم بيبقى عامل كده ugly duckling stage. لو برضو خلي بالك يا ايها المشاهد العزيز، لان دي من الاخطاء اللي ممكن تروح لدكتور اسنان ما هواش فاهم يدخلك في تقويم ابنك ما هواش محتاج. خلي بالك من الحاجات دي. ايه دورنا كاطباء اسنان او استشاري تقويم؟ انا بعمل ايه؟ بصلح حاجات معينه انا كطبيب اسنان انا اللي اعرفها، وانت كأم برضو بتبقى عارفاها. يعني ابنك لو عنده ضب ولا ابنك لو عنده ضب، انت اكيد هتبقى حاسس ان في حاجه غريبه، او عنده بروز في الفك السفلي هتلاقي ان هو مش شبه اخوه. فالحاجات دي كلها احنا بنقدر نعالجها في السن الصغير. ايه اللي بنعالجه؟ بنعالج الضب ازاي او بروز الفك العلوي؟ بنركب جهاز اسمه توين بلوك بيزق المانديبل او الفك السفلي لقدام، وبعد كده بنركب لما يكبر التقويم الثابت، وده عشان يقصر لنا عمر التقويم. نفس الشيء لو عنده فك سفلي بنركب حاجه اسمها فيس ماسك، وده بيبقى عند سن 10 سنين عشان نبدا نزق الفك العلوي بحيث ان السنان تبقى عضتها او الاطباق يكون معمول بشكل سليم. في حاجات معينه برضو بتصلح زي كروس بايتس او العضات المعكوسه، يعني السنان ما هياش عضه او الاطباق بتاعها ما هوش مظبوط، وده بيتصلح برضو بدري. العادات السيئه زي مص الصوابع والكلام ده كله بنبدا نحط له تركيبات او بنحط له حاجات معينه بحيث ان هو الطفل يوقف هذه العاده. ولو ان الامور دي محل جدال ما بين العلماء اذا كان تصليحه في السن الصغير له جدوى او ملوش، ولكن يعني بنعمله في العيادات، لان طبعا مص الاصابع بيأثر على الاوكلوجن، وده هنعمل له حلقه منفصله ان شاء الله. بيأثر على العظم. يعني تعمل تقويم لابنك وهو صغير ولا تعمل له تقويم لما يكبر ويعدي السن؟ وايه هي يفضل ايه؟ في حاجات معينة احنا ممكن نعملها من وهو صغير، زي مثلا العضات المعكوسة، يعني ضرس طالع مش في عضته، طلع دايم ومعمول في عضة معكوسة في الاسنان الامامية او عضة معكوسة في الاسنان الخلفية، ودي بنحط له حاجات متحركة تظبطها. او العيان عنده مثلا زي ما قلنا ضب والكلام ده كله، بس ده برضو في سن معين مش صغير قوي، يعني سن 7-8 سنين ما بيتعملش فيه غير حتة العضة المعكوسة دي ممكن. او ان العادات ممكن ان احنا نبدا ان احنا نشتغل على ان احنا نوقفها له، العادة مص الصوابع او الكلام ده. اما لما تيجي بقى تقول لي والله اعمل له تقويم من احط له توين بلوك او احط له جهاز من دلوقتي ان هو عنده سن 9 سنين، واحيانا بتجيلي 9 سنين او بتاع، فانا بقول للعيان، بقول للمريض اللي بيجي لي في السن ده روح وتعالى لي كمان 6 شهور، اتابع لو في حاجه عايزه تتخلع اخلعها، لو في حاجه عايزه تتظبط اظبطها. ما بركبش بقى الجهاز من هو في السن ده، او ما ببدألوش تقويم اصلا في السن ده غالبا. ليه؟ لان لقوا لما الطفل بيركب التقويم بدري، التقويم ده له فترة صلاحيته قد ايه؟ 3 سنين. يعني ايه صلاحيته 3 سنين؟ يعني التعاون ما بين الدكتور وما بين المريض اخره 3 سنين. بعد كده العيان ما بيبقاش قادر لا يشوف الدكتور التقويم ولا عايز يشوف خلقة التقويم في بقه، وعايز يعيش طبيعي، ولو ما حققش النتيجة المرجوة بيفقد الأمل تمام. عشان كده دايما بقول للعيان تعالى لي كمان 6 شهور، تعالى لي كمان سنة. انا ببص للعيان وببص للحالة حسب عمرها قد ايه وحسب نموها. ببص للعيان بقول والله ده نموه ممكن نبدأ نركب له دلوقتي، ده نموه لا نستنى عليه شوية. فطبعا دي بتختلف من طفل لطفل، وديت نظر الدكتور التقويم والخبرة بتاعته هي اللي بتحكم في هذه المسألة. عشان كده بعض الناس بتبقى عندي وعارفين ان عندهم تقويم محتاجين، واقول له تعالى كمان 6 شهور. بنتكلم ببساطه كده احنا بنعمل ايه؟ بنشقط العيان، انا اسف في اللفظ، لما يوصل للبيك بتاع الجروس او يوصل لطفره النمو. العيان كده هو الطفل بينمو، بس في سن معين 14 سنه عند الولد 12 سنه عند البنات في المتوسط، ده اللي بيحصل فيه طفره نمو، وده الوقت اللي احنا بناخد فيه الطفل ونبدأ نحط له التوين بلوك عشان كمان 6-7 شهور او كلام يحصل تحسن سريع جدا، وبنحط له بقى حاجات تحافظ على النتيجة ديت لغاية لما يلبس التقويم الدايم. بسرعة المسألة مش اكتر من كده. ولو تأخرنا مثلا ووصلنا لسن البلوغ مش هيأثر في حاجة، يعني هيطول بقى فترة التقويم الثابت فقط. وامتى في الفك السفلي لما بيطلع من عند سن 10 سنين، يعني ممكن عيل يجينا عند 10 سنين بس عنده بقى بروز في الفك السفلي، في الحالة ديت وقوم راح مركب له بقى حاجة زي الفيس ماسك
عن سن 10 سنين ده محتاج فيس ماسك، والسن 10 سنين في الحاله ديت هي افضل سن لتركيب تعديل الفك العلوي او تظبيط نموه او حدوث تعديلات فيه. في المجمل معظم الحالات يعني يفضل ان احنا نستنى لغايه لما الطفل ده سنانه تبدل ويبقى فيه اسنان دائمه. الاستثناءات انا ذكرتها اللي هي عضه معكوسه، عنده ضب علوي ضب سفلي، عادات معينه عايزين نوقفها. في كل الاحوال احنا بيجي لنا الطفل بنبدا ان احنا نتابعه، لما بنلاقيه محتاج ده الوقت المناسب اللي احنا هنقول عليه يحتاج تقويم، خلاص يبقى هو ده الوقت اللي هنعمله فيه تقويم. واعتقد احنا لمينا بكل الحاجات الغريبه اللي ممكن تلاقيها في بق ابنك وتقول ان انت محتاج تقويم. عشان كده في مركز الزلوعي احنا بنقدم لك تقويم الاسنان، خدمه استشاره تقويم الاسنان مجانيه. يعني انت بتحضرتك بتشرفنا في العياده، بنبدأ ان احنا نتكلم في خطة العلاج، نتفق على سعر الحالة. احنا متخصصين في تقويم الاسنان بالذات، وبالتالي بنقدر نقدم لك الخدمة في اسرع وقت، بافضل خطة علاج، بافضل مواد مستخدمة، وبافضل سعر يمكن يكون في السوق، عشان نقدر نوصل لافضل نتيجة ممكن ان انت تتخيلها في تقويم الاسنان. وبالتالي شرفونا بالزيارة. لو ابنك محتاج او شاكك ان هو محتاج تقويم او مش محتاج تقويم، حضرتك شرفنا بالزيارة، كشفك هيكون مجاني، ولو محتاج ان شاء الله باذن الله نبدا فيه على طول. كان معاكم الدكتور محمد الزلوعي، استشاري تقويم الاسنان، ومع الف سلامه. بس ما تنسوش بس تعملوا لايك للصفحه، فولو للبيج، اشتراك في القناه لو متابعنا من على اليوتيوب، ومع السلامه.